25 اللاعب طبعا موداو اللاعبين المميزين، لكن خلي بالنا من رقم 33. وادي امامنا انطلاقه، شوف الضغط هنا، وادي الاستلام، الكرات اللي بيحاول من خلالها مايما اللي بيشترك النهارده التعديل الوحيد مكان اللاعب موكوليلي. وادي التسديده القويه، الهدف الاول، التسديده القويه والهدف الاول مارسيلو إليندي. البداية هنا طبعا يعني كنا بنتكلم، لكن لكل مرحلة نتكلم عليها. البداية هدف مبكر بعد 3 دقائق عن طريق مارسيلو إليندي، اللاعب اللي بتشيل اللي سدد بقى دون أي رقابة. 3 لاعبين في قلب الملعب، حمدي فتحي وأليو ديانج وأحمد جندوسي، ولكن هدف مبكر بعد 3 دقائق، تسديدة قوية على يمين محمد الشناوي عشان يسجل نادي صن داونز اول اهداف المباراه بعد 3 دقائق. بص الراجل استلم اهو، بص استلم فين؟ استلم ما بين الخطوط، وتسديده قويه جدا امامنا، ادي اتقطعت الكوره ووصلت على طول الى اللاعب اللي مرر اللاعب مايما، وتسديده من اللاعب مارسيلو إليندي اللي وضع كوره قويه بقدمه اليمنى ارضيه، عملت البنده صعبه قوي على محمد الشناوي عشان يسجل الهدف الاول لنادي صن داونز. هدف اول لصن داونز. بنتكلم على الضغط الاهلاوي في البدايه، و12 دقيقه فيها نوع من الهدوء والتحكم من جانب ميلودي صن داونز المتقدمين بالهدف اللي جابه اللاعب مارسيلو إليندي. برافو، ودي كره مقطوعه محمد شريف، التعادل لسه بقول لحضراتكم، حارس المرمى بيطلع الكره بشكل خاطئ، الضغط رائع في اللقطه الماضيه من بيرسي تاو، وتمريره اروع من جانب طاهر، وهدف هنا في هذه اللحظه ياتي هدف التعادل للنادي الاهلي. لسه بنحكي هدف التعادل للاهلاوي، لسه بنحكي على الروح وعلى الاداء وعلى القيمه للنادي الاهلي اللي بيسجل في هذه اللحظات هدف التعادل الاهلاوي من خلال الضغط والخطا. بص الخطا، شوف امامنا الخطا، وادي يا ولد على طول القرار رائع. محمد شريف اللي بيسجل هدفه الافريقي رقم 15. لكن بص الكوره، الضغط الحلو من بيرسي تاو حافظهم، واحمد الجندوسي عمل اسيست رائع، ومحمد شريف يسجل التعادل. كنت بقول لحضراتكم عندهم مشكله في بناء الهجمه من الخط الخلفي، لازم نضغط على حارس المرمى وعلى الدفاع، وبالفعل ياتي هدف الوليه، وكذلك ايضا خالد عبد الفتاح. موديبا ركله ركنيه هنا، الكرات الثابته خطيره، الكرات الثابته لهذا الفريق. موديبا ترجع الكره، لكن على طول الكندوسي اللاعب الجزائري، خطيره هنا زواني، خطيره الكره الثانيه، بص هنا طالع تكشف في التسلل، وفي لعيبه ما طلعتش، ويسجل زواني الهدف الثاني. هدف ثاني. الاخطاء الدفاعيه خطيره، الاخطاء الدفاعيه، كره ركنيه ابعدت في مكان خاطئ، ثم الكره الثانيه الحقيقه والضغط وصلت الى زواني اللي بيسجل هدف ثاني في هذه المباراه. وشوف الحوار هنا، يعني طبعا خطا كبير في طبعا ياسر ابراهيم يبدو تعرض كده للالتحام، لان طبعا ما فيش فار، لكن اصبحت النتيجه 2-1 بهدف للاعب زواني. بص الركنيه، ادي ابعاد على طول من علي معلول، ثم الكره لطاهر اتاخر، ثم ضربه راسيه، شوف هنا الارتقاء على الكره اللي فاتت، ووصلت على طول الكره الى اللاعب اللي سجل هدف ثاني، اللاعب زواني، ثمبا زواني امامنا هنا بيسجل في هذه اللقطه هدف طبعا في هذه المباراه. وادي امامنا ارتقاء رائع في اللقطه اللي فاتت، والضربه الراسيه اللي وصلت على طول الى زواني اللي بيسجل في مرمى الاهلي، وسبق له الحين. صحيح لم يفز في تاريخه على الملاعب الجنوب افريقيه النادي الاهلي، لكن يطمح النهارده في تحقيق الفوز والانتصار، لكن ده مشروط بالاداء وبالروح المعروفه. ودي المحاولات والتسديدات القويه المره دي، ما يسدد، لكن على طول المره دي الدفاع، كرات البعيده، مش ممكن الكره القويه اللي فاجئ بيها الجميع امامنا هنا ويسجل الهدف الثاني. كره طبعا يعني فيها خطا في الرقابه، لم يحسن محمد الشناوي التعامل مع الكره ولم يتوقعها، وياتي الهدف الثالث القاتل، هدف ثالث قاتل امامنا هنا. الكره المسدده من جانب اللاعب اعتقد امامنا هو موكوينا اللي وضع هذه الكره القويه في شباك النادي الاهلي. موكوينا بيسجل كره من مسافه بعيده قوي، لكن الخطا المتكرر، الاستلام، والراجل وجد، وانت شفت يعني لاعبي النادي الاهلي لازم يكونوا اكثر فطنه واكثر ذكاء
شفت ان الفرقه دي بتسدد بقوه، لازم ما تتركش المساحات. الرقابه غير موجوده، وهدف مكوينه صعب، هدف مكوينه صعب. كوره قويه، فاجئ كل من في الملعب وفاجئ محمد الشناوي. شوف امامنا الاعاده، بص زواني، وادي الكره الاولانيه، وشوف بقى هنا الكره الثانيه. بص يعني قابل، لازم تضغط هنا. يعني لا ضغط، لا اليو ديانج راح ولا حمدي فتحي راح ولا شوف امامنا ولا حد قابل هذا اللاعب اللي وضع كره قويه جدا، قويه جدا من مكوينه، اللي كان سجل في مرمى الهلال على المستوى الافريقي في النسخه الماضيه. يسجل هدف قوي جدا بتسديده قويه. لعيبه الاهلي عندها اكتر من كده بكتير. ادي امامنا علي معلول، علي بيرسي تاو يفتح في الجانب اليمين، بيرسي تاو، لكن مين معاه؟ يضطر للفردي، عنده الفردي الحلوه، عدى بموديبا، ممكن يطمع ويسجل بيرسي تاو، ممكن يدفع. شفت الدفاع يدفع ثمن ايه؟ الاخطاء الدفاعيه لازم الاهلي يستغلها. موقف واحد ضد واحد، وبيرسي تاو يعرف تماما امكانيات وقدرات هذا الفريق، فريقه الاصبغ، يسجل ويقلص النتيجه 3 ميميلوني صن داونز، الاهلي 2. لسه بقول ممكن يقدر بالمهاره، وراح حلو قوي. بص كوره فيها فردي، عمل فردي، تغيير اللعب حلو، والاستلام حلو من جانب بيرسي تاو، وطمع في الكوره. وبص الدفاع ما حدش قابله، عاملها حلو قوي في البعيد، ضحك على اللاعب اوبيري موديبا. وامامنا هو حارس المرمى ويليامز، المره دي قال له حطها لك فين، وحطها له حلو قوي، يا ولد في البعيده، ويسجل بيرسي تاو هدف تقليص النتيجه. تصبح النتيجه 3. الاهلي يعني بدنيا ما كانش في افضل حالات الشوط الاول، لكن بنوع من الالتزام وتنظيم الخطوط أعاد الترابط، فبدأت تحس ان الاهلي على المستوى الجماعي غير الشوط الاول تماما. خطيره الكوره، خطيره يا ستار استر يا ستار. شلويلي بيضعها ليسجل الهدف الرابع. اخطاء دفاعيه لا تاتي يعني من لاعبين مبتدئين. كره الهدف الرابع يسجل امامنا هو شلويلي الهدف الرابع. كرة طبعا صعبة قوي على الشناوي، كرة شلويلي لا تصد ولا ترد، كرة صعبة جدا جدا. كرة الهدف الرابع هنا في هذا ملعب لوفتس فيلسفيلد، بيسجل امامنا هو شلويلي هدف من كرة صعبة جدا. الكرة صعبة جدا، شلويلي استلم في ظل القراءة الجيدة الحقيقة لسوء التمركز. بص أمامنا الكرة، شوف أمامنا الكرة، لسه اللاعب أمامنا هو اللي عمل هذه الكرة، وهو اللاعب اللي بيحاول، ده مايما هو اللي عمل الكرة اللي فاتت دي. شكل رائع جدا سجل يعني شلويلي بعد تمريرة اللاعب مايما اللي وصلها له بشكل رائع. النهارده لا يقلل بالأهلي خسارته، لأن ده شيء وارد في كرة قدم انك تفوز انك تخسر، لكن أمامنا هنا ممكن هدف خامس عن طريق اللاعب اللي بيسجل أمامنا على النتيجة أثناء الإعادة. فجأة لقينا شلويلي يراوغ محمد عبد المنعم ويضعها في مرمى محمد الشناوي عشان يصعب الأمور ويفجر الأفراح هنا في ملعب المباراة، وتصبح النتيجة يعني بهذه الطريقة وبهذه الكيفية. يسجل شلويلي في مباراة اليوم ثاني أهدافه في هذه المباراة، لكن اتعملت من ويليامز. لسه بنحكي على حراس المرمى أليسون وعلى محمد الشناوي وعلى محمد صبحي، الحراس اللي بتصنع أهداف. حارس المرمى ويليامز يلعب الكرة الأمامية هنا للاعب شلويلي الحقيقة اللي بيقدم مباراة كبيرة جدا حتى الآن، ويسجل الهدف الخامس في هذه المباراة. بص امامنا هنا دومينيجو، لا والله مش ويليامز، اتعملت احنا شفناها مره واحده انفراد. بص راوغ محمد عبد المنعم، يطلع محمد الشناوي في استمرار للاخطاء الدفاعيه ووسط الملعب. طبعا مش الموقف اللي خلى عبد المنعم واحد ضد واحد، ده وسط الملعب. هنا الكوره بص امامنا اهو الراجل راوغ وحط الكوره باقتدار. حقيقه هدف هذه المره بالقدم اليسرى عن طريق اللاعب اللي